كنت أعتقد أنني أملك العالم بين يدي. أنا مريم التي تزوجت حب حياتها بعد قصة حب جميلة دامت لسنوات. منذ اليوم الأول لزواجنا كنت أتفنن في تدليله. كل مساء كنت أستعد لقدومه من العمل بلبس أنيق ومكتملة الزينة، وبعد العشاء كنا ننعزل في غرفتنا حيث أحاول أن ألبي كل رغباته. لم أكن أمنعه من أي طلب. لقد أحببت هذه العلاقة الحميمة بيننا، وكان هو أيضا لا يشبع منها. مع الوقت أصبحت أنا أيضا متعطشة لها، واستمرت حياتنا على هذا المنوال المليء بالشغف طوال السنوات ال5 الأولى من زواجنا. لكن في إحدى الأمسيات تغير كل شيء. عدت من عملي متعبة كالعادة. وجدتها في انتظاري كالملكة، ترتدي فستانا شفافا يحير العقل. لكن على عكس كل مرة لم تكن مشاعري كالسابق. شعرت بفتور غريب، وكأنني أنفذ روتينا مملا. لاحظت نظراتها المستفهمة وهي تحاول أن تثيرني بنكاتها المعتادة، لكن شيئا داخلني كان ميتا. الأسوأ من ذلك أنني تذكرت فجأة أنني نسيت أن أغسل يدي بعد أن رشت زميلتي في العمل ياسمين بعضا من عطرها الجديد علي كنوع من المزاح في حفل توديع موظف. كانت رائحة عطر نسائي قوية واضحة. سألتني مريم على الفور: ما هذه الرائحة؟ أنا ليس عندي هذا النوع من العطور. حاولت أن أتلعثم وأختلق عذرا عن صديق أحضر العطر لزوجته وجربته، لكن شكها كان واضحا في عينيها. رأيت نظرة الألم والارتياب التي انقدحت في وجهها الجميل. سكتت، لكن صمتها كان أقسى من أي صراخ. في تلك الليلة نام كلانا في طرف السرير، وكنت أسمع همسات أفكارها وهي تدور في رأسها كالإعصار. كنت أعرف بالضبط ما الذي تتذكره. ذلك الوعد الذي قطعناه على أنفسنا في بداية الزواج بأن الخيانة ستكون نهاية كل شيء، وأن من يخون سيتلقى بالمثل. الليلة مرت بثقل، لكن العاصفة الحقيقية لم تكن قد بدأت بعد. ففي الأيام التالية ستبدأ حلقات الشك في التكاتف، وستتخذ مريم قرارا مصيريا لن تعرف عواقبه، قرار الانتقام. استمرت حالة الجفاء بيننا لعدة أيام. حاولت أن أعود إلى طبيعتي، لكن الشك كان قد زرع بذرة سامة في قلب مريم. في إحدى الأمسيات حاولت أن أكون قريبا منها، لكنني فشلت فشلا ذريعا. لم أستطع إخفاء تعبي وتراجعي عن شهوتي المعتادة. كان ذلك الدليل القاطع لعينها التي أصبحت لا ترى إلا الخيانة. انفجرت كالسيل الجارف. ما هذا؟ أنت لست نفسك. هناك شيء خطأ يحدث. حاولت أن أبرر بأن العمل مرهق، لكن كلماتي كانت كالريح تذهب أدراجها. ازداد الخلاف حدة حتى وصل إلى ذروته. لم أتحمل نظرة الاتهام في عينيها، فهربت من المنزل. غادرت وتركتها وحيدة مع شكوكها المدمرة. بقيت مريم وحيدة في شقتها الكبيرة، تلتهمها المخاوف. كانت دائما تخاف من البقاء بمفردها في الليل. في لحظة ضعف اتصلت بجارتها المقربة سلمى وحكت لها كل ما حدث. حاولت سلمى تهدئتها قائلة: استحملي يا حبيبتي، معظم الرجال يمرون بنزوات ويهدئون، سيعود بعد يومين. لكن كلماتها لم تكن سوى وقود لغضب مريم. كيف تتوقع منها أن تستسلم للأمر الواقع؟ عرضت سلمى أن ترسل ابنها الأكبر كريم البالغ من العمر 22 عاما ليرافقها في الليل ويطمئنها. شعرت مريم بارتياح لهذه الفكرة. كريم نشأ أمام عينيها، وكانت تراه دائما كابنا لها. وافقت على مضض، غير مدركة أن قرارها هذا سيفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث التي لن تستطيع السيطرة عليها. وصل كريم ببراءته الظاهرة وثقته بجارة أسرته، لكن داخل مريم كانت عاصفة من الرغبة في الانتقام تتزايد. فهل ستستخدم هذا الفتى البريء كأداة في حربها مع زوجها؟ حينما وصل كريم بعد منتصف الليل استقبلته مريم بحفاوة. لاحظت جسده الرياضي وطراوة شبابه. شعرت بإحساس غريب يخترق صمتها الداخلي.
لم يكن الإعجاب، بل كانت رغبة مسمومة بالانتقام. فكرة واحدة سيطرت على عقلها: جوزي خانني، سأخونه. سيرى كيف يكون الشعور. بينما كان يأكل الوجبة التي أعدتها له كانت تراقبه وتخطط. بعد أن انتهى اقترحت عليه بلطف أن يأخذ دشا لأنه عائد من الجيم. وهو في الحمام قامت بخطوتها الحاسمة. دخلت غرفة نومها وارتدت لبسا شفافا مثيرا، هو نفسه الذي كانت تلبسه لزوجها في الأمسيات الحميمة. حين خرج كريم من الحمام صعق بما رأى. التفت بسرعة وهو يقول باضطراب: خالتي مريم، اللبس ده. ردت بلهجة هادئة محسوبة: سيبك من التفاصيل، تعال نكمل أكلنا. لكن الجو كان قد اشتعل. أثناء الأكل كانت تحدثه بنبرة فيها دعابة خفية وتراقب ارتباكه. سألته بجرأة غير معهودة عنها: أنت جربت العلاقة مع بنات قبل كده؟ احمر وجه الشاب خجلا وقال إنه شاهد أفلاما فقط على الإنترنت. في تلك اللحظة رأت فيه الفرصة المثالية للانتقام. شاب قوي جسديا ولكن سهل التأثير نفسيا. قادته بخطوات ثابتة نحو غرفة النوم. كانت تعرف بالضبط ماذا تفعل. بالنسبة لكريم كانت تلك أول تجربة حقيقية في حياته، وكانت عنيفة بعض الشيء بسبب حماسه وخبرته القليلة. أما بالنسبة لمريم فكانت حركة ميكانيكية يغلفها الشعور بالظلم والرغبة في الإيهام لنفسها بأنها تسوي حسابا. نام الاثنان من الإرهاق. لكن ستبدأ مريم في مواجهة حقيقة ما فعلت. فهل ستشعر بالندم أم أن شرارة الانتقام ستزداد اشتعالا؟ استيقظ كريم في الصباح وخرج بهدوء، بينما بقيت مريم في سريرها محاولة فهم ما حدث. لحظات من الندم قصيرة طفت على السطح، لكنها سرعان ما غرقت تحت موجات الغضب من جديد عندما تذكرت أن زوجها ما زال غائبا ولا يتصل. هو لسه معها، قالت لنفسها. إذن لي حق في المزيد. لم تمض سوى بضع ساعات حتى رن هاتفها. كان كريم في الطرف الآخر، صوته خائفا ومتحمسا في آن واحد. قال إنه يشتاق إليها ويريد أن يأتي مرة أخرى. وبدلا من أن ترفض وجدت نفسها توافق. كان شيطان الانتقام يهمس في أذنها أن زوجها يستحق أكثر من ذلك. في تلك الليلة وصل كريم وتحولت العلاقة بينهما. لم تعد مريم تشعر أنها تقود أمرا بريئا، بل أصبح هناك توافق واشتعال متبادل. كان يغمرها شعور بالذنب يختفي بسرعة عندما تتخيل زوجها مع الأخرى. لكن في خضم سهرتهما فتح باب الشقة فجأة. انطلقت صيحة مريم من الخوف. أدركت أن زوجها عاد. أخفت كريم في الحمام بسرعة، بينما حاولت هي أن تهدئ من روعها وتظهر طبيعية. دخل الزوج وبدلا من أن يلاحظ أي شيء بدا عليه الانكسار والتعب. نظر إليها وقال: شكلك مش طبيعي واللبس. ردت بعصبية: كنت نايمة وحرانة. أما أنت فأين كنت؟ عندها. جلس بجانبها وأخذ يبكي معترفا بكل شيء. اعترف بخيانته مع زميلة في العمل، وقال إنه يشعر بالندم الشديد ويريد صفحة جديدة. طلب منها المسامحة. كان قلبها ينزف، لكنها لم تشعر بنشوة الانتصار التي توقعتها، بل شعرت بخواء. وافقت على مضض على التفكير في إعطائه فرصة، بينما كان كل همها أن تتأكد من أن كريم قد خرج من الشقة بسلام. وبالفعل استطاع الفتى أن ينسل بهدوء بعد أن انشغل الزوج في الحديث. عدت الحياة إلى شبه طبيعية، لكن جمر الخيانة لم ينطفئ في قلب مريم. فبينما يحاول الزوج إصلاح ما أفسد، ستأتي الصدمة الكبرى التي ستقلب كل الموازين رأسا على عقب. مرت أسابيع وهي تحاول أن تعيش مع زوجها من جديد، لكن شيئا كان قد مات بينهما. لم تعد تستطيع تحمله بالقرب منها. في العلاقة الحميمة كانت تتقزز وتتمنى أن يبتعد عنها بسرعة. كانت تعيش في جحيم من الصمت البارد،
مبررة لنفسها بأن هذه هي الحياة وهذا مصيرها. لكن القدر كان يخبئ لها ضربة موجعة. بعد حوالي شهر من تلك الأحداث اكتشفت أنها حامل. صعق زوجها من الفرحة، خاصة أنهم انتظروا هذا الحمل 5 سنوات. كان يطير من السعادة بينما كانت هي تغرق في بحر من الذعر والرعب. سؤال واحد كان يدور في رأسها كالمطرقة: من هو الأب؟ ها هو زوجها؟ أم أن الحمل نتيجة تلك الليالي الحمقاء مع كريم؟ في تلك اللحظة انهار كل ما بنته من تبريرات. رأت نفسها في المرآة، امرأة خائنة استخدمت براءة شاب في حربها وأفسدت زواجها بيدها، وربما جلبت طفلا إلى العالم في ظل هذه الفوضى الأخلاقية. أدركت كم كانت غبية وجبانة. الرجل إذا أخطأ فهذه مشكلته أمام ربه، لكني لم أكن مضطرة لأن أهبط إلى مستواه. لقد خنت نفسي قبل أن أخونه. حاولت أن تخدع نفسها بالتفكير في الإجهاض، لكن الخوف من الفضيحة ومن الجرم الأكبر ردعها. فكرت في الاعتراف لزوجها، لكنها خافت من رد فعله ومن أن ينسب الطفل إلى غير أبيه شرعا. وجدت نفسها في مصيدة من صنع يديها، محاصرة بين الدين والأخلاق والواقع المرير. تقف مريم الآن على مفترق طرق مصيري. اعترافها قد يدمر الأسرة، وصمتها قد يلاحقها طوال العمر. فما هو الخيار الأقل مرارة في هذه المأساة التي صنعتها بأيديها؟ تعيش مريم الآن أيامها في جحيم صامت. كل نظرة من زوجها الحاني وهي تحمل بداخلها سرها الثقيل تثير في داخلها شعورا بالذنب يكاد يخنقها. ابن الجيرة كريم يحاول الاتصال بين الحين والآخر، لكنها ترفض بل وتغير رقم هاتفها أحيانا. أصبحت تخشى حتى من مصادفته في السلم، فتعود إلى شقتها مسرعة كالمجرمة. بدأت تبحث عن حلول في الدين، تلجأ إلى الصلاة والدعاء بكثرة، طالبة المغفرة وتوجيها للطريق الصحيح. قرأت عن الستر في الإسلام، وعن أن بعض الذنوب إذا تاب العبد منها واستتر فإن الله يستر عليه، لكن هذا الستر يتعارض مع حق الطفل في معرفة نسبه وحق الزوج في معرفة الحقيقة. هل صمتها لإنقاذ ما تبقى من كيان الأسرة هو حل أم هو استمرار في الكذب؟ في لحظة ضعف فكرت في الهرب، ترك كل شيء والذهاب إلى مدينة أخرى تلد فيها وتتخلى عن الطفل. لكن فكرة التخلي عن وليدها تقتل مشاعر الأمومة التي بدأت تنمو داخلها رغم كل الظروف، كما أن هروبها سيثير شكوك زوجها أكثر من أي شيء. خطرت لها فكرة أخرى: الاعتراف الكامل لزوجها وتحمل كل العواقب حتى لو انتهى الأمر بالطلاق. قد يكون هذا هو التكفير الوحيد عن ذنبها، لكنها تتساءل: هل من العدل أن تحمل طفلا نتيجة خطيئتها وتفصله عن أبيه البيولوجي؟ وهل من الإنصاف أن تخدع زوجا يرغب في طفل ويعتبره ابنه وهو ليس كذلك؟ تبقى في دائرة مفرغة، كل حل يقود إلى دمار. ربما يكون الحل الأصعب هو البدء بالاعتراف لنفسها أولا بأنها أخطأت خطأ فادحا، وأن عليها تحمل مسؤولية هذا الخطأ وتبعاته حتى لو كلفها ذلك سعادتها وسمعتها. ربما تبدأ بالاعتراف لزوجها بأن هناك مشكلة كبيرة دون ذكر التفاصيل أولا، أو تلجأ لمستشار أسري أو ديني موثوق ليرشدها إلى الطريقة الأقل ضررا لمعالجة هذا المأزق. قصة مريم هي تحذير صارخ من كيف يمكن أن تتحول رغبة الانتقام إلى سكين ذات حدي تدمر كل شيء في طريقها. الخيانة حتى كرد فعل ليست حلا، بل هي بداية لمشاكل أكثر تعقيدا وألما. طريق التوبة والاعتراف والتحمل شاق، لكنه قد يكون السبيل الوحيد لاستعادة جزء من السلام الداخلي ومواجهة المستقبل مهما كان صعبا. هل تعتقد أن على مريم الاعتراف لزوجها بالحقيقة الكاملة، أم أن الصمت لحماية الأسرة هو الحل الأقل ضررا؟ شارك برأيك في التعليقات.